علي على فقير المجرد عزاك رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يعلم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سبي من صلاة وتسليم. اللهم قبره الكريم بعرف سبي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف ثري من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضرت أمه ليلة مولده الشريف آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ صناه. السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا من صبح الحصى في يده وعنا الجسح إليه السلام، السلام عليك يا من بلغت الرسالة، السلام عليك يا من أديت الأمانة، السلام عليك يا من نصحت الأمة، السلام عليك يا من كشفت الغمة، السلام عليك يا من أقمت الحجة، السلام عليك يا من أوضحت المحجة، السلام عليك يا من جاهدت في الله حق جهاده، السلام عليك وعلى أوليائك وأهل بيتك وأزواجك وصحابتك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا هادي الأمة، السلام عليك يا بشير يا نذير يا ظاهر يا باطن، السلام عليك يا ماحي يا عاقب يا رؤوف يا رحيم يا حاشر، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك أيها المبعوث رحمة للعالمين، السلام عليك أيها الهادي إلى صراط مستقيم، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك يا من وصفه ربه عز وجل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله عز وجل بالقائل بالمؤمنين رؤوف رحيم. السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا زين الأنبياء، السلام عليك يا أتقى الأتقياء، السلام عليك يا أصفى الأصفياء، السلام عليك يا أزكى الأزكياء، السلام عليك يا أحمد يا محمد، السلام عليك يا طه يا ممجد، السلام عليك يا كهفا ومقصد، السلام عليك يا حسنا تفرد،
السلام عليك يا ماحي الذنوب السلام عليك يا جالي الكروب السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا ضوء البصائر السلام عليك يا بحر الذخائر السلام عليك أيها المشفع في القيامة السلام عليك أيها المدلل بالغمامة السلام عليك أيها المتوجه بالكرامة السلام عليك يا خلاصة تهامة السلام عليك يا أحسن الصفات السلام عليك يا ذا الموهبات السلام عليك يا ركن الصلاة السلام عليك يا داحي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا رب السماء السلام عليك يا خير الخلائق السلام عليك يا أفضل ناطق السلام عليك أيها النبي والرسول السلام عليك يا أبا البتول هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جميل الوجه هذا الأوهد هذا جميل النعت هذا المرتبى هذا حبيب الله هذا السيد ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدي مسرور بيومه وازدهاء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فتوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قدره الكريم بعرف ذذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قدره الكريم بعرف ززي من صلاة وتسليم عطر اللهم قدره الكريم بعرف ززي من صلاة وتسليم عطر اللهم قدره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قدره الكريم بعرف ززي من صلاة وتسليم عطر اللهم قدره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قدره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم
Amen.
وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مقتونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية، طيبا دهينا مكحولة بكهل العناية عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية، وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف ذذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله ومجتباه، فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذوي النفوذ الشيطانية، ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه، وتضلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الظهرية، واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه، وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاءت له قصور الشام القيصرية، فرآها منبتاح مكة داره ومغناه، وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنو شروان سمكه وسواه،
وسقط 14 من شرفاته العلوية، وكسر سرير ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه، وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإسراق محياه، وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همذان وقم من البلاد العجمية، وجفت إذ كف واكف موجها السجاج ينابيع هاتيك المياه، وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها، وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية، والبلد الحرام الذي لا يعدد شجره ولا يختلى خلاه، واختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية، والراجح أنها بعيد فجر يوم الاثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة التي ثبت الله بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق وسقاه وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزل عليه فاصدع بما تؤمر فجهر بدعاء الخلق إلى الله ولم يبعد منه قومه حتى عاب آلهتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذاه واشتد البلاء على المسلمين فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاسية وحدب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحاماه وفرض عليه قيام بعد من الساعات الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسراه ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعشة وعظمت بموته الرزية وتلته خديجة بعد 3 وشد البلاء على المسلمين وثيق عراه وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراه وأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بزية ورموه بالحجارة حتى غدبت بالدماء نعلاه ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يهديه ويتولاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه
وانتشاق هاتيك النفحات الزشية. ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه. وفي الثانية عيسى بن بتول البرة التقية النقية، وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في سباه. وفي الثالثة رأى يوسف الصديق بصورته الجمالية. وفي الرابعة إدريس الذي رفعه الله مكانه وأعلاه. وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية. وفي السادسة موسى الذي كلمه الله وناجاه. وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب وحسن الطوية وحفظه الله من نار نمروز وعافاه. ثم إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية، إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه، وأماط له حجب الأنوار الجلالية، وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه، وبسط له بسط الإدلال في المجال الذاتية، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة. ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى 5 عملية، ولها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضاه. ثم حاد في ليلته فصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية، وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم روضه الكريم بعرف سزي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم روضه الكريم بعرف سزي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Amen.
عليهم 12 نقيبا جحاجحة سراه وهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناواه وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظه الله من كيدهم ونجاه وأذن له في الهجرة فرقبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياد المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحثاه وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية وأقام فيه 3 تحمي الحمائل والعناكب حماه ثم خرج منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مطية وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه فساقت قوائم فرسه في الأرض الصلبية القوية وسأله الأمان فمنحه إياه عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه